مغنية نصحوها تفقد صوتها للأبد لو غنت تاني، والسبب ابنها. رغم جماهيرية فنانات الصف الأول زي أم كلثوم ووردة ونجاة وفايزة أحمد، إلا إن أغانيها كانت علامة مسجلة باسمها، لأنها صاحبة أكتر أغاني للمناسبات وخصوصا الفرح، زي أغنية مبروك عليك يا معجباني. تعالوا أقول لكم حكاية شريفة فاضل أم البطل ومين اللي رجعها من الاعتزال. خليكم معانا لآخر الفيديو. اسمها الحقيقي شوقية محمود أحمد ندى، وانفصل والدها عن والدتها وهي طفلة، وبعدها اتجوزت والدتها من إبراهيم فلكي، وده واحد من أثرياء مصر في الوقت ده، واللي اتحط اسمه على ميدان الفلكي في منطقة وسط البلد. وعاشت في عوامة على النيل، وكان بيزورها كل المشاهير، وجدها يبقى المقرئ أحمد ندى مؤسس دولة التلاوة. وبدأت حياتها الفنية لما كانت صغيرة وغنت قدام الملك فاروق، وبعدها اشتركت في فيلم الأب سنة 47 وعمرها كان 9 سنين بس. التحقت شريفة فاضل بمعهد التمثيل، بس لأنها كانت لسه صغيرة كان حضورها استماعي بس، وبعدها انضمت للإذاعة، واختار اسمها الفني الشاعر صالح جودة، وعرفها على كبار الشعراء والكتاب والفنانين. وبدأت تشارك في أفلام زي حارة السقايين ومفتش المباحث والراعية الحسناء، وأطلق عليها الجمهور لقب سلطانة الطرب. وكانت حريصة على إنها تعمل أغنية لشهر رمضان، فاتفقت مع الشاعر عبد الفتاح مصطفى وكتب لها أغنية تم البدر بدري، وسجلتها في الثلث الأخير من شهر رمضان، ونجحت بشكل كبير، والجمهور كمان اتعلق بيها ورفضت تاخد أي فلوس مقابل الأغنية. وفي سنة 58 اتجوزت من المخرج السيد بدير، وأنجبت منه ولدين هما سيد وسامي، وانفصلت عنه بعد 4 سنين بسبب غيرته الشديدة عليها. واتخرج ابنها الكبير من الكلية الجوية سنة 70، واتدرب على الطيران في روسيا، وكان من أفضل الضباط، وشارك في معارك الاستنزاف، واستشهد وخافوا من رد فعلها، فاضطر يبلغها السيد بدير باستشهاد ابنهم الملازم أول السيد بدير اللي كان عنده 20 سنة. وجالها صدمة عصبية كبيرة وانهارت، وقررت تعتزل الغنى بعد استشهاده بشهور. واحتفلت مصر بانتصار أكتوبر، وزارتها صديقتها الشاعرة نبيلة قنديل، وطلبت منها تدخل غرفة ابنها الشهيد سيد، وخرجت بعد نص ساعة ومعاها أغنية اسمها أم البطل، وقالت لها دي أغنيتك انتي وكل أمهات الشهداء، وطلبت منها تغنيها. ورفضت شريفة فاضل طلبها في البداية، ولما قرت لها كلماتها نبيلة قنديل اتأثرت وبكت وأغمى عليها، ولما فاقت طلبت من الملحن علي إسماعيل يلحنها، وراحت سجلتها في الإذاعة، وللمرة التانية فقدت الوعي وهي بتغنيها، ما كانتش قادرة تسيطر على دموعها، لدرجة ان فايزة احمد قالت لها بلاش تغنيها طالما مش قادرة، بس شريفة اصرت تسجلها في نفس اليوم. ولما الاغنية نجحت جدا طلبوا منها تغنيها في الحفلات، ورجعت للغنى، وفي اول حفلة غنتها اخر اغنية للجمهور، وكان متفاعل معاها جدا الجمهور وقتها، وكانت حابسة دموعها لدرجة إنها اتعرضت لنزيف حاد في الأحبال الصوتية، ونصحها الدكاترة ما تغنيش تاني لأنها ممكن تفقد صوتها للأبد. وقالت طول الوقت ما تقدرش تنام من غير ما تبص لصورة ابنها وتبص عليه، ودخلت في حالة اكتئاب وزهدت الحياة، وقررت تعتزل الغنى من جديد. وأسست بعد كده كازينو الليل في الهرم، وكان مخصص للعائلات، وخرج منه نجوم ومشاهير كتير زي أحمد عدوية. وبعد كده اتجوزت للمرة التانية من اللواء طيار علي زكي، وأنجبت منه ولد اسمه تامر. وبعد سنين أصيب زوجها بالشلل، فاضطرت تبيع الكازينو علشان تتفرغ لعلاجه وخدمته، ورحلت عن عالمنا في 2023، وسابت وراها رصيد فني كبير من الأغاني اللي هتخلد اسمها. رحم الله شريفة فاضل، رحم الله سلطانة الطرب.